الفكرة مش انك تاخد روح الحي منه، اي حد في الدنيا ممكن يقتل. الفكرة انك ما تلاقيش للميت ولا للي خلص عليه اي اثر. كنت بتعمل ايه في النفق؟ بدور على سجن اعيش فيه. هربان منهم؟ منهم دي كأنك بتتكلم على حاجة او حد. احنا في كل مكان، وعشان تهرب من كل مكان لازم تفضل تجري طول عمرك. عملت ايه عشان يجروا وراك؟ كان كفاية قوي اني ما نفذش الاوامر مرة واحدة بس عشان ابقى عارف ومتأكد ان في حكمهم خلاص بقيت ميت. ولازم افضل اجري من الحكم ده لو كنت عايز اعيش. اللي فاكره في الاول مش كتير. ما اقدرش احسب العمر والزمن زي ما الناس بتحسبه. اللي وقعت عليه من الدنيا اننا كنا زي الحيوانات، بنتربى وسط زريبة في قلب الارض. كنت بعرف ان اليوم ابتدى لما الألم يمسك فيا من ضربهم فينا عشان نفوق. كانوا بيقسمونا فرق، معرفش كام ولا قد ايه، بس كل مجموعة مننا مش هيخرج منها غير واحد بس. قرار الحياة والموت كانوا بإيدين واحد بس. عمر ما حد فينا شاف وشه، مش فاكر منه غير عينيه. لو جت عليك كأنك اتوشمت بيه. ويا إما أنت عظمك ناشف وتستحق تعيش وسطينا، يا إما أنت أضعف من إنك تكون موجود. ما كانش في حاجة اسمها علاج ولا دواء، مجرد الإحساس بالألم يعتبر ضعف. ومع الوقت ما بقاش فيه إحساس بأي حاجة. شفت كتير ماتوا قدام عينيا قبل ما الشمس تطلع عليهم. اللي فيهم ما استحملش البرد، واللي فيهم ما استحملش يتعذب. كل يوم عداد الموت علينا كان بيعد واحد ورا التاني. وعينيه كانت راصدة الحي فينا قبل الميت. وفهمنا الحقيقة، احنا قصاده عايشين يا قاتل يا مقتول. كل اللي من مجموعتنا ماتوا، ما بقاش غير انا وهو. القهوة فينا ما كانش انا، بس انا عشت كفاية عشان الاقي نفسي واقف قصاد القهوة لوحدي. نظرة عينيه ليا في قلب الليل كانت كفاية عليا قوي عشان اتأكد اني مش هعيش لليلة اللي بعدها. كنت تعرفه؟ لا، محدش يعرف حد. مفيش سبب يخلينا نعرف بعض. ما اتكلمتوش مع بعض خالص؟ كلام ظهر في حياتنا بعد وقت طويل قوي. كان لازم يتأكدوا ان محدش مننا هيفتح بقه بالكلام. بعد اللي شفته معاهم والموت اللي كان حوالينا طول الوقت، عمري ما قدرت افهم احنا ليه كنا مثبتين في العيشة قوي كده. لانك لو مت بالطريقة دي تبقى اضعف من انك تستحق تعيش.